باب هالقصفاتها هو واقف عسكري من دول يقول لي فوتي اخذي ابنك. قلت له غير توخري يلا اني افوت. يقول لي لا هيجي فوتي. قلت له هاي ضميرك هيجي انت؟ ثكلتك امك ان شاء الله. ثكلتك امك ان شاء الله. أحلام محمود الفيلي من سكنت بغداد العطيفية. أول مرة أخذوا أختي ويا عيالها وحجزوا زوجها. بعدين ورا 17 يومين 3 من عندهم جوي أخذوا أهلي كل أهلي يعني. أخذوهم بس بطريقة مو مال واحد بده يسفر قاعد، لأن أخذوهم إلى أمن الكاظمية. شو شايلين ذهب فلوس أي شيء كانوا شايلين كله أخذوا من عندهم. ورا أهلي تقريبا 17 يوم. لاحظت الصبح من أطلع بسيارتي كنت فد واحد يمشي وراي أوقف يوقف. جوي علينا بالليل بس بطريقة كلش وحشية. جوي علينا ساعة تقريبا 1:30 بالليل كان دقوا الجرس. فإحنا من ورا الباب يقول منو؟ يقول افتح الباب، ما يقول أنا منو. فتح الباب أولادي كانوا نايمين بغرفهم كانوا ياكلون. فشفتهم مسلحين كانوا يجي واقفين على راسهم. أنا بملابس البيت كنت أقول له بابا اطلع برا من الغرفة حتى أبدل ملابسي. يقول لي لا ما يصير. شو قلت له قبل انهزم من الشباك يعني يصير قدامك أبدل ملابسي؟ فوعت شفت هو نفس الشخص كان الصبح وياي يعني وراي كان يمشي كان وياه يعني. فبعدين رحت للغرفة شفت أولادي نايمين توسلت بيهم قلت بابا دول يخافون لأني ليل والله شو ما تريدون من عندنا الصبح احنا نجيكم عود. قال لا ما يخافون. وقف على راسهم وبالبندقية يجي يطوخهم يقولون قوموا. بس أنا أستغرب كل شيء ما حكوا يعني كان ما الموضوع ما أدري شنو ما حكوا كل شيء ما حكوا. بدلت ملابسهم أخذوا المفاتيح من عندنا وسيارات 2 كان أخذوا المفاتيح يريد يشغل السيارة ما يقدر. فزوجي تقدم لي يقول له لا مو هيجي كان يصيح بي. فبنتي من شافت يجي يصيحون بأبوها شوية صعب كان عليه قامت تبكي صرخ عليها صرخة. بعد من ذاك الوقت وقعت إلى أن جبتها القهرانية كانت مريضة صار بيها بصفارخة ويرادت تموت يعني. هيجي بعد 10 أيام كنا بالإقامة احنا بالأمن الكاظمية. صار هم أخوتي هم موجودين بأمن الكاظمية وأزواج أخوتي. أنا قعدت أشوف شفت أختي وبناتها ال4 جوي. شوية قعدت شفت مرت أخويا وولدت 2 جوي. وأول شيء سووه فتشونا شو شايلين أخذوه. هواية أذونا بس أكو أشياء يعني تدق بالعظم ما حد ما ينساها. يعني مثلا بالحجز من كنا احنا حجزونا 2 و23 يوم يعني كنا محجوزين. يعني أتعس إنه يعني فد منظر يعني فد عيشة كانت عجيبة غريبة. بالليل ماكو مكان ننام كنا بالسر نتناوب ونحط رجلنا على الحائط. حتى كانوا يشاقون يقولون هنالك صيرة تنفع يعني لأنه ماكو مكان. مثلا نفرش بطانية كنا وحدة يمكن 10 ينامون عليها كانوا بهالطريقة. من كنا بالحجز أنا ابني مريض كان كلش مسخرني يعني وضعه مو شي كان. بس أكو طبيب كان يعني للمسجونين. الجهاز الشرطي يسجل اسمائنا. والله ما أخجل لما أحكي يعني ما أدري. على كل يعني سوى حركة كلش مزرية كانت يعني اللي أنا احتجيت عليه واندعيتهم عليه. قلت له رب العالمين إن شاء الله ما طالع منا يجاوبك إن شاء الله. نذال ما بعدها نذال. أنت يعني تشوف إحنا كلنا نساء وكلنا أطفال وأطفالنا ويانا وقاعدين يعني أنت تريد توليني يعني كيف؟ لا لو مو أنت لو ما أدري شنو ما تنازل لك. قلت له ما تدز لا دز شو يصير بي؟ أكو أكثر من الموت؟ يقول لي خليه ما دز. باب هالقصفاتها هو واقف عسكري من دول يقول لي فوتي اخذي ابنك. قلت له غير توخري يلا اني افوت. يقول لي لا هيجي فوتي. قلت له هاي ضميرك هيجي انت؟ ثكلتك امك ان شاء الله.
إيه